كبير للبطل ديالنا محمد الربيعي الذي نطمح الى ان ينطلق يكون هذا الان النزال في هشام ويحقق الاولى اللكمات الاولى التي نتمنى ان تكون من جانب البطل المغربي الذي يبحث لكي يضع صوب اعين الذهب ولا شيء غير الذهب. يلا ربيعي، يلا ربيعي. وليدات المغرب كلهم وكل الجمهور المغربي الكل يساند والكل يتابع هذا البطل المغربي الذي نتمنى له التوفيق. نذكر بان الكازاخستاني ما انهزمش تقريبا من سنوات يعني على مستوى الكازاخستاني مصنف رقم 1 عالميا طبعا، وتوج بجائزة أحسن ملاكم سنة 2013 وأيضا سنة 2014. يلا ربيعي ممتاز ربيعي، لكمة باليد اليسرى دخل بحماس نوعا ما كبير، يبحث عن اختراق سبل الملاكم الكازاخستاني. ندية كبيرة في هذه المنافسة. ربيعي الكازاخستاني يعرف قوة محمد ربيعي. زيد ربيعي ممتاز، ضربة هنا لفائدة ربيعي اليمنى مباشرة دخلت طريقة مباشرة. جيد ربيعي، شو الطريقة جيد ما تقول ربيعي واش مزيانة ليه في هذه المنافسة تماما. هاز لونغارد ديالو مزيان. شوف يعني هناك تغطية ديال الربيعي الكازاخستاني أكيد أنه عرف بأنه ربيعي ما انهزمش نهائيا في الوورد في البوكسين تماما. هذا أكيد. ممتاز، ضربة أخرى ممتاز ربيعي. طريقة التعامل مع هذا النزال يجب أن تكون مهمة ومهمة جدا. دائما الكازاخستاني يحاول الذهاب بعيدا لتفادي قوة الربيعي. ما نخليوش هذا الكازاخستاني يفرض الايقاع ديالو علينا نهائيا. هذا ما يبحث عنه. 28 ثانية متبقية على نهاية الجولة الأولى. نذكر كل جولة فيها 3 ديال الدقائق، مدة ديال الراحة الربيعي دائما واحدة. يستعد للهجوم. سي محمد عدالي يستعد للهجوم. الطريقة ديال الحركة ديال الكازاخستاني باليد المراوغة، اليد اليسرى. هناك نشوفوا ضربة أخرى. زيد ربيعي، زيد ربيعي، زيد ربيعي. شوف الجمهور، اسمع الجمهور كل شيء مع ربيعي اليوم. الجمهور مع ما يقول. يلا ربيعي، برافو ربيعي، زيد. كرهناش ضربه قاضيه ونهيو تفاصيل هذا البطل. نتمنى ذلك محمد الكازاخستاني. هذا المصنف رقم 1 في التظاهره، المغربي مصنف رقم 2، ولكن بغينا المركز رقم 1. احنا مغاربه كنبغيو ديما المركز الاول، المركز الاول ديالنا اليوم. يلا ربيعي، يلا ربيعي. ضربة ممتاز. اسقاط للكازاخستاني. الجالية المغربية تتابع عن كتاب، الجالية المغربية تتابع عن كتاب. يلا ربيعي، زيد 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 زيد. شوف الجالية، شوف الطريقة ديال الحماس ديالهم، الطريقة ديال التشجيع ديالهم. نتمنى ان الصوت ديالهم يكون اكثر فاكثر باش انهم يمتعونا في هذه المنافسة. يلا ربيعي، اللكمة اليمنى واليسرى. طريقة التعامل كيبان لي ثقيل في الرينج، ما كيتسرعش. ممتاز ما كيتسرعش، يضرب في الوقت المناسب. يبحث عن المكان المناسب لتسجيل النقاط وبالتالي اخذ التفوق. 10 ثواني. نشوفوا محمد الربيعي كيرصد التحركات ديال الملاكم الكازاخستاني ويضرب بقوة، اقلاع بضربات متسلسلة ومتنوعة. كيجي جراس الان عملية اقلاع. هذا منير البربوشي والعالم المغربي حاضر. العالم المغربي حاضر. نتمناو يتعزف النشيد الوطني هنا في الدوحة. نتمناو يتعزف النشيد الوطني هنا في الدوحة. 9-10 9-10. اذا يفوز ديال الحكام معنا بالاجماع. 3 حكام معنا. يتفوق الربيعي محمد الى حدود الجولة الاولى. ربيعي 9 مقابل 10. هذا دليل على ان الملاكم الربيعي لحد الساعة يسير في الطريق الصحيح. غوشي دغوات لفائدة محمد الربيعي. كونتر اتاك دخل بطريقة مباشرة كما تلاحظون المشاهدين. هنا يعني زقلات صراحة، كانت هذه تكون ضربة قوية ومؤثرة بنسبة كبيرة صراحة. نتمناو النزال يمشي لصالح الملاكم المغربي. كل القلوب معك ربيعي. تعليمات الاطر التقنية معك اليوم. روبرتو تاكو والمصباحي. طبعا شاهد معايا الجاليه المغربيه راوند 2. يلا الربيعي كتنطلق الان في الطريق الصحيح. هشام يعني الحماس كبير ولكن الرغبه جامحه. ما كرهش شي تماما الصراحه. نتمنى ذلك. نتمنى ذلك. زيد ربيعي، زيد ربيعي، زيد ربيعي، زيد ربيعي. اذا يسير محمد بخطى ثابته لاختراق دفاع الملاكم الكازاخستاني. ساهمت اسماء كبيره 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 في هذا البطل المغربي اللي وصل لهذا المستوى هذا. ونبداو بالحاج الغزواني صراحه، ونبداو باسماء اخرى اللي تالق معها بشكل كبير صراحه. الغزواني يعتبر يعني مرجع ديال الملاكمه المغربيه. اعطى الشيء الكثير لرياضه الملاكمه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي من خلال سير ربيعي. ممتاز
ضربة أخرى لفائدة الربيعي على ما أعتقد تعطيه التفوق الدالي بشكل واضح وملفت للنظر. سيد ربيعي شوف دقائق متبقية، شوف كيفاش دائما يرصد يعني تحركات الملاكم الكازاخستاني على ما أعتقد. أحس الملاكم الكازاخستاني بقوة ضربات الملاكم محمد الربيعي. تبعا اصبح يتحرك بارجليه ويرجع الى الخلف عدلي. هذا دليل على ان هناك ضربات قويه تدخل بطريقه مباشره الى وجهه، وبالتالي من خلالها يرجع الى الخلف تفاديا للسقوط على رقعه الحلبه. البطل ديالنا ما انهزمش في طيول المشوار ديالو، ما انهزمش نهائيا في الدوبل في اس بي. تماما الكوبي في اس بي 7 نزالات ربحهم كاملين، ينهزم انتصر فيهم كاملين، وانتصر على ملاكم قوي اسمه سوتو لونغو. هذا من الكوبا ملاكم كبير. برافو ربيعي، ضربة مباشرة يمنى مستقيمة تبعتها كروشي دو غوش، ولكن يعني ما شداتش. كانت تكون ضربة يعني مؤثرة بشكل كبير. سجلوا ما يحدث على مستوى الرينج هنا في هذه الحلبة. هنا ضربة أخرى كونتر اتاك بديريكت دخوات دخل بطريقة مباشرة وكروشي دو غوش. أيضا ضربات هنا متسلسلة لفائدة الربيعي، يمنى مستقيمة وأيضا يسرى مستقيمة. 59 ثانية والوقت يمر. إذا محمد الربيعي يسير نحو الفوز. هناك ضغط لفائدة محمد الربيعي على الملاكم الكازاخستاني. القوة ديال الربيعي هشام واش في اليمنى ولا في اليسرى؟ القوة في الكروشي دو غوش وأيضا في اليد اليمنى المستقيمة. يلا ربيعي ممتاز. أنا كنشوفوا يعني الاسكيف روتاتيف هنا قام به الملاكم الربيعي جيد. خاص انذار الكازاخستاني، خاص الحكم يتدخل لأنه ضربوا يعني هنا لاحظتي العدالي قام بواحد الموفمون يعني زوينه، دار اسكيف روتاتيف ودخل بدخوات كروشي دو غوش. هذا دليل على ان الربيعي في اليوم ديالو صراحة جيدة. يلا ربيعي صراحة يلا ربيعي حنا معاك. ضربة ذهبت بعيدا. زيد ربيعي، لكن شوفوا الربيعي يسير يعني رويدا من الظفر بالفوز. يعني حتى الكازاخستاني جيد ربيعي طرية الربيعي كينتهي عند كل ضربة. كينتهي الجرس صراحة. هشام نعم ندية كبيرة صراحة، حماس جاري في صراحة. شنو نقول لك، أنا على بيا غير الله صراحة. وانا زدنا عليك. عندنا دابا 3 ديال الحكام، نشوفوا شنو غادي يقولوا هنا. التعليمات كتعطى لمحمد ربيعي، يعني نتمناو انه 9-10 لينا. 9-10. برافو ربيعي صراحه مزيان. الربيعي في الطريق الصحيح. عائله ربيعي كتفرج حمزه المغرب كله يعني الشعور ديالك في البيت ديال محمد الربيعي بالامس واليوم صباحا صراحه ديال القناطريه ديال الان يتواجد بالبيت، ونتمناو ان محمد الربيعي يفرحنا اليوم صراحه. نتمنى ذلك النشيد الوطني المغربي سيعزف ان شاء الله تعالى. صراحه ما يخيبش مجهودات صراحه الجباره ديال ان شاء الله. شوف لقطات صراحه لقطات جيده. يلا شوف الكمه اليسرى تؤكد على جميع المقاييس على ان الربيعي بطل من ذهب، بطل يستاهل صراحه ان يكون بطل للعالم. ما تخيبناش وما نخيبوش ان شاء الله باذن الله. احنا المغاربه ديما الفوق، لكن ديما ان شاء الله. ربيعي زيد ربيعي يعني دائما الملاكم الكازاخستاني يتراجع الى الخلف نسبيا، وهذا من المصلحات ديال الربيعي المغربي. الملاكم المغربي فرض السيطره ديالو في النزال. هذا الكوبي داغون روبرتو احد الى جانب منير البلوشي كبير، وايضا مصباحي. شاهدونا نديه كبيره، نزال قوي، قوه نديه. 2 دقائق 20 ثانيه وغنعرفوا بطل العالم. نتمناو يكون مغربي. حنا كنتابعوا المنافسه. ايضا دخل ربيعي كروشي دو غوش، دخل بطريقه مباشره لفائده الربيعي. أصعب جيد ربيعي، جيد ما تقوم به إلى حدود الجولة الثالثة. شاهد معي طريقة تعامل إيجابي، لعبت نظرات تكتيكية ترصد أي اختلال من طرف الملاكم الكازاخستاني. لعبتم نهاية بطولة العالم للشبان بأذربيجان في 2010، لعبتم النهاية ديال بطولة العالم فئة الفتيان بأرمينيا 2009، بطل إفريقيا الكبار في كازا هاد السنة. برافو ربيعي، زيد ربيعي زيد. بغيناك أنك اليوم تكون بطل العالم وسيكون إن شاء الله بحول الله وقوته بطل للعالم إن شاء الله.
يلا ربيعي يلا ممتاز ممتاز طريقه ديال التعامل بشكل ايجابي مع هذه المنافسه يرصد تحركات ملاكم الكازاخستاني. المغربي احسن هو اللي كيتحرك هو اللي دائما يتحرك عنده الافونتاج. هنا ضربات متسلسله قويه ضربه ربيعي زيد ربيعي دائريه فائده ربيعي يثبت قوته الربيعي ويؤكد على انه يسير بخطى ثابته الى التتويج بذهبيه بطوله العالم دقيقه 10 ديال الثواني 15 دقيقه و10 ديال الثواني ونفرحوا معاك ربيعي اليوم. يلا ربيعي زيد ربيعي الشعب المغربي كله معاك ربيعي. يلا حنا معاك قلوبنا معاك دعواتنا معاك الصراحه التتويج بالميداليه الذهبيه. كيقلب على شي ضربه هو يشوف هنا الدرابو المغربي وكل شيء حاصل كيتابعوا الجاليه المغربيه. الجمهور المغربي داخل وخارج ارض الوطن يتابع باهتمام كبير هذا النزال المتميز. الحكم كيهضر مع الكازاخستاني كيقول له هز راسك تماما. واش بطل العالم هذا دليل على ان ضربات قويه. ربيعي احسن ربيعي افضل ربيعي احسن في النزال. يلا ربيعي انت الان تقوم بعمل طيب. هنا فائده ربيعي تاكيد دغوات باكيد ضربات متسلسله على مستوى البطن على مستوى الراس. 25 ثانيه طريقه مباشره. جيد ربيعي 24 ثانيه جيد ربيعي. يلا ربيعي دائما ربيعي ينتظر الفرصه للانقضاض على محيل الوجه الملاكم الكازاخستاني 10 ثواني الذي يعاني 10 ثواني بشكل كبير من قوه ضربات الملاكم محمد ربيعي. ضربه هنا بيمنى دائريه غوشي دغوات 10 ثواني ولات 5 والان ياتي الجرس نتمنوا انه كنت ياتي خلاص صراحه خلاص التتويج صراحه سيدي. شوف المغربي انه فرحان صراحه هناك فرحه عارمه لفائده الربيعي وايضا الاطر التقنيه. خيبه امل تماما خيبه امل احساس بالهزيمه. طبعا يمكن نقول بانه لحظات ستكون كبيره جدا. مشاهدينا الكرام اينما كنتم فرحه صراحه فرحه في هذه اللحظات سنعلن على هويه بطل هذه المنافسه. هنا يعني نتابع اقوى اللحظات حتى المصورين حتى المتابعين حتى المخرج يعترف بقوه ربيعي. شوف ضربات قويه على مستوى البطن كما تلاحظون مشاهدينا الكرام. ضربات متسلسله. لحظة خاصة نتمنوا أنه تكون ميدالية ذهبية. قفزة النشوة بالانتصار. ميدالية ذهبية نتمنى ذلك صراحة. إذا نشوف الجالية المغربية نتمنى ذلك. شوف الجالية المغربية هذه البداية مازال فرحتينا الربيعي الصراحة. إن شاء الله والله العظيم الله يبارك فيك. إذا الآن غادي نتابعوا مشاهدينا الكرام بطل العالم لمنافسات 69 كيلوغرام هو البطل 69 kilogram world welterweight champion from the blue corner representing المغرب يتوج ميدالية ذهبية بطولة العالم. محمد ربيعي يتوج ميدالية ذهبية بطل العالم بطولة العالم. الميدالية الذهبية فرحة كبيرة بطل المغربي. نزال تاريخي على جبل المغربي مقيس. فرحة كبيرة. برافو عليك ربيعي. برافو تبارك الله عليك هذا هو اللي كنا كنتسناو. هذه البداية مازال صراحة. هذه البداية مازال صراحة نزال كبير على كل فرحة قوية كبيرة. غادي نسمعوا النشيد الوطني المغربي هنا في الدوحة لأول مرة في تاريخ الملاكمة في بطولة العالم. والآن لقينا صراحة الحلقة المفقودة التي كنا نبحث عنها سنين طوال صراحة. إنجاز عربي. أحسن إنجاز. الجامعة الملكية المغربية للملاكمة صراحة على رأسها السي عبد الجواد بالحاج صراحة اللي عمل واحد مجهود كبير إن شاء الله من أجل الظفر بهذه الميدالية. أقوى اللحظات الخاصة بهذا النزال. مشاهدينا الكرام هنيئا للبطل المغربي. ضربة كما تلاحظون مشاهدينا الكرام كبيرة. ضربة قوية. البطل الكازاخستاني ما انهزمش